اعلى شيء دائما، اعلى شيء هو بخاخات المينوكسيديل، يجي بعدها كبديل لها الامينوكسيل، ماده اسمها الامينوكسيل، وايضا يجي بعده زيت اكليل الجبل. هذه الشغلات بديله للمينوكسيديل، مو بنفس القوه ولكن يعني ممكن تحفز الفروه مثل يعني او اقل او يعني اقل طبعا، بس يعني بنسب متفاوته. دكتور، في كريمات لعلاج التصبغات والاثار. علاج التصبغات والاثار، علاج التصبغات والاثار يا جماعه كثيره. يعني من افضل الكريمات شغلتين لتفتيح الاثار اذا عندكم تصبغات، اما خلطه الثلاثيه اللي فيها ماده الهيدروكينون 4%، او الترانزكزاميك اسيد. الترانزكزاميك اسيد للتفتيح يكون على شكل ابر او شكل حبوب او شكل كريمات. الكريم الموجود فيه ترانزكزاميك ابرزها كريم تيكي ان، موجود فيه ترانزكزاميك اسيد، وفي منها حبوب ولكن غير امنه بشكل كبير، لازم وصفه الطبيب. في منها ابر، تمام، كلها ترانزكزاميك اسيد. التي سي اي هذا مقشر ينحط في حفر حب الشباب، ممتاز جدا، ولكن ما له فايده بدون ليزر. اذا دمجناه مع الليزر CO2 راح حيل يعني يفيد الحفر بشكل رهيب. يعني علاج القولون العصبي دق رصيف اخوي، انت دش بس ثاني، اي شيء له علاقه بالبشره والشعر هني فقط. تعبت من التساقط، اوكي، بسألك عن الليزر المناسب للبشره السمراء. الليزر سؤال حلو يا جماعه. انت الحين بشرتك بيضة، شو تسوين لازاله الشعر؟ افضل شيء لك الالكس، ازاله الشعر بليزر الكس. شنو البديل عنه؟ الكس اندياج، الياج زين، او الدايود. وهذا طبعا مو انواع ليزر، يعني هذه ضبطيات ليزر وليس انواع الليزر غير. يعني الليزر انواع، في الدكه وفي مدري شنو وفي يعني زين، ولكن لما تتكلم عن، انا قاعد اتكلم عن الاسم العلمي للليزر، يعني نفس الليزر نفسه، اي ليزر تستخدمونه بغض النظر عن البراند، في ضبطيات، اما يحط لك اياه على الاندياج او الياج، ويحط لك اياه على الالكس. اذا كنت بيضة الكس ياج، عرفت مفهوم السالفه. نوع الليزر لازاله الوجه، شعر الوجه، مثل ما قلت لك. دكتور، عندي سرنجوما، هل ليزر CO2 يشيلها؟ شوفي، السرنجوما افضل لك، طبعا ليزر CO2 ممكن يشيلها، ولكن افضل في جهاز اسمه بلازماج، مو بلازما الابر الدم، لا، اسمه بلازماج، رهيب جدا حق السرنجوما، حيل رهيب، استخدمه بكثره هني بالعياده بليفلز. هل الاستشوار يسبب تراجع للشعر؟ لا يا جماعه، الاستشوار ما يسبب تساقط الشعر، يسبب جفاف بالشعر، تهالك بالشعر، لكن ما يسبب تساقط للشعر نهائيا. ايش رايك بكريم بيجمانورم؟ يا جماعه والله ما ادري شلون اقولها. في واحد اشوف له، يعني هو مو طبيب، اما هذه مشكله ثانيه، هو مو طبيب، يطلع شاله فيديو اليوم، كل يوم يطلع بشغلات غريبه عجيبه. يا جماعه شوفوا، اقول لكم شيء، الطب مو حكرا على احد، لكن خل اوضح لكم شغله. واحد يطلع على طاري السؤال قاعد يقول بيجمانورم، طلع البيجمانورم ويقارنه بشيء ثاني، وهذا تستخدمونه هذا. يا جماعه شوف، في اشكاليه امانه احنا لازم نتكلم فيها. يعني في ناس يعني مو اطباء جلديه مثلا، صعب ان انت تقرا وتنصح الناس حتى لو كان كريمات مو علاجات طبيه، لان انت ممكن تقرا معلومات او تقرا على العلبه، يكون عندك مثلا تقرا مثلا على سبيل المثال هذا، تقرا مثلا يسبب كذي او يسبب تهيج، تقرا عنه بالنت وتكون باحث، انت باحث كويس يعني في الكريمات في المستحضرات كذي. لكن انت المشكله ان انت ما تشوف مرضى، يعني وظيفتك مو وظيفتك انك تشوف مرضى وتعالجهم ببشره وشعر وترد تشوفهم بعد اسبوع مراجعه وبعد شهر. فهني انت
تصير مؤهل 100% لما تشوف المرضى باستمرار، تفهم طبيعه البشره والمشاكل من الكريمات كذي. اما انت لما تجي تنصح بس انك تقرا بالكتب او تشوف فيديوهات وتجي تنصح الناس، ما راح تكون على درايه يعني. حتى وتقرا واجد، ما الطب يمارس وليس ما يقرا، يمارس. الطب يمارس يعني. ما يصير انت تقعد مثلا تطالع مباراه كره قدم 24 ساعه بقهاوي وتجي تلعب اخر شيء. لازم تمارس كره القدم. كذلك الطب، اذا انت ما تمارس الطب وتشوف مرضى وتعالج وتخطئ وتجيب العيد وكذي وتتعلم، هني ما راح. فعشان كذي انا والله استغرب مرات من بعض الناس. يعني واحد طلع اليوم من غير الاطباء يتكلم ان استخدموا هذا لا تستخدمون هذا، فكله كلام غلط يعني. وعشان كذي ما ادش جولات يا اخي، ما ادش جولات. اسف ما ادش جولات يا اخوي. اسف ما ادش جولات. ثانية واحدة بس وقت الصوت. لا شوف، واحد يقول بستخدم الهاي كوين اكثر من شهرين. شوف الهاي كوين حده شهرين ثلاثه، فوق الشهرين وثلاثه كريمات الهاي كوين والخلطه الثلاثيه والبيجمانور والترايلوما، وكل كريم يحتوي على ماده الهيدروكوينون والهاي كوين بعد منهم بعد، يسبب تصبغات عكسيه بعد ال3 شهور. لذلك انا ما انصحكم تستخدمونه فتره اكثر من 3 شهور. افضل الترانس اكزاميك اسيد.